السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض الشاورما المصري. هنستخدم فيها اللحمة البفتيك، هنقطعها شرايح رفيعة، وهنستخدم معاها كمان اللي هي الضاني، مهمة جدا لان هي اللي بتدي الطعم المميز للشاورما. هنستخدم بعض البهارات هكتبها لكم طبعا في صندوق الوصف، هقول لكم عليها سريعا، اللي هي البهار الحلو او الكباب الصيني، وقرنفل، ورق لورا، وفلفل اسود، وحبهان، وقرفة، وملح طبعا. وهنا عندنا بصلاية كبيرة شرايح رفيعة، ونص راس توم مهروس، و3 ليمونات كبار، وربع كوباية زيت. وهنا الخل التفاح هستخدم منه 2 معلقة كبار، او ممكن الخل العادي. هنقلب اللية، وانا قلت زي مهمة جدا. هنحط عليها بقى الخضار عشان هي اللي هتدي الطعم المميز. يعني على نص كيلو ده انا خدت عليها يعني تقريبا 50 جرام. انا هنا طحنت طبعا البهارات كلها واخدتها، وحطيت الليمون والزيت، يعني مفيش طبعا حاجة قبل حاجة، كله على بعضه. وهنقلب، وهنحط هنا 2 معلقة كبار الخل التفاح، وزي ما قلت ممكن الخل العادي. وهنقلب، وهنسيبها في التتبيلة نص ساعة، ساعة، هنبيتها يوم زي ما تحبي، وممكن زي ما شايفاها كده تتفرز لغاية لما تستخدميها. انا هنا هسيبها زي ساعة في التتبيلة. وهكون بقى هنا مسخنة طاسة قوي قوي، او ممكن اخبزها في الفرن، لكن هنا هعملها على البوتاجاز من فوق. هسخن الطاسة، هكون حاطة فيها 2 معلقة زيت وسخنوا مع الطاسة، وهنزل الشاورما، وهبتدي احطها الاول على نار عالية، اقلبها كويس جدا لغاية ما ننزل السوائل، وانا هدي عليها النار لغاية ما تشرب السوائل اللي هي نزلتها، وهقلبها لغاية ما تحمر ولونها يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وهبتدي احط عليها الخضار اللي انا كنت مقطعاه، البقدونس البصل والطماطم، ولو حبيت تحطوا عليه رشة سماق مفيش مشكلة. كده الشاورما، بقصوا اجدع شاورما مصري هتاكلوها باذن الله تعالى. طبعا الشاورما المصري بتحط معاها طحينة، وبتتحشي في العيش الكايزر. الطحينة بعملها ان انا بخففها بالمية، وبعصر عليها ليمون وكمون و اسمها ايه دي، التوم، وعليها شوية خل. تمام كده، هي دي الطحينة اللي انا بعملها. بصوا بقى، في يعني تحفة 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 بجد، والطعم والله حكاية. الطعم ان شاء الله يعجبكم، والوصفة سهلة وتتعمل يعني واحنا واقفين، مفيش اي افتكاسات فيها. شوية بطاطس محمرة بقى، وخلاص كده. وبيبسي طبعا بقى، علشان يلا ضيعنا الدايت بقى، في اي مشكلة خلاص يضيع باحترامه بقى كده. بيبسي بطاطس كده تمام قوي قوي قوي. ان شاء الله الوصفة تكون يعني مناسبة ليكم وسهلة، وتقدروا تنفذوها. الطبق الحلو ده